الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم شيرات، كي راكم دايرين؟ لاباس غاية؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير ويلقاكم هذا الفيديو بخير. كما وعدتكم راني جبت لكم الوصفه اللي طلبتوها مني، اللي هي مسكوتشو بحبه بيض وشياله. كما قلت لكم ما تتفتتش وما تجيش معجنه، تجي بسكوي روعه بمقادير مضبوطه ان شاء الله يا ربي. تبعوا معايا الفيديو حتى التالي وشوفوا معايا التفاصيل ان شاء الله يا ربي تنجحوا فيها كما اني ننجح فيها دائما. انا عمرها ما خيبتني وعمرها ما حشمتني. نبداو مع بعض. نعاود نرحب بخواتاتي ونبداو الوصفه تاعنا مع بعض. كما كنتوا تشوفوا عندنا حبه بيض، غير بحبه بيض وتجي طالعه وشابه. عندنا كما قلت لكم حبه بيض قرصه ملح دائما ما تنسوهاش في المسكوتشه. وعندنا هنايا مورف لافاني. هنا اللي بغيتو ديروها النكهه اللي بغيتو ديروها، بغيتو ديروا قشور برتقال تيناكم عارفين شيرات. المهم هنايا هذه مسكوتشه عادي نديرها لكم بلافاني. عندي هنايا كاس فنجال تاع قهوه كحله داك الصغير، فنجال سكر، ونضرب هنايا مليح. شوفوا هنايا عندي المول، هذا المول اللي انا باغي نستعمله القطر تاعه 20 سنتيمتر غير صغير صاي. هنا عندي فنجال زيت، تانيك فنجال معمر زيت صاي شيرات. تبعوا معايا، اللي تبغي تكبر المول دوب المقادير هذا مكان، ولا تكبر الكيله. عندنا هنايا 2 كيلات حليب ولا 2 فناجيل حليب. انا نعطيكم في المقادير تاع هذا المول تاع اللي قدر تاعه 20 سنتيم. وكما قلت لكم اللي بغات تدوبل واللي بغات تكبر الكيل هذا مكان. درت هنايا 2 فناجيل تانيك معمرين حليب. نضرب تاني كما هكاك، نخلطوا المكونات مليح ونروحوا نزيدوا مع بعض الفرينه. عندي هنايا درت لكم بالمغرف، المغرف كبيره تاع الماكله، درت هنا 4 مغارف فرينه. وغادي نزيد واحده فرفاره ولا خميره الحلويات كامله، ونزيد واحد نص مغرف صغيره تاع خميره الحلويات، نزيد نص مغرف صغيره هنا باش تطلع غايه. ونخلط هنا هذوك 4 مغارف ونبقى نزيد في الفرينه غير بشويه، ونشوف حتى نتحصل على القوام اللي راني باغيته. هنا عندي زدت هنايا مهمه 9 مغارف كاع الفرينه كما درتها 9 مغارف. كي ديري تعرفي باللي خلاص المسكوتشو تاعك راهي مليحه. هذه هي كي تديري كيما هكاك والخطوط هذوك ما يروحوش بالخف. كي تشوفيهم ما راحوش بالخف عرفي باللي هذا هو القوام المليح. خلاص ما تزيديش فرينه. كما كتشوفوا معايا انني مازال نزيد. ها شوفوا الخطوط هذيك ما تروحش بالخف. هذه هي. شوفوا هنايا نوجدوا المول تاعنا. ندير دائما تكوني دايره له الزيت ومرشحته بالفرينه. لازم المسكوتشه ديري الزيت والفرينه باش ما تنحرق لكمش من تحت. شغل هذيك الفرينه ترفد على المسكوتشه وطيب لكم غايه، تعطيكم تحميره شابه من تحت. هنايا نديروا العجينه تاعنا في المول ونخبطوه مليح باش يخرج منه هذاك الهواء. شوفوا اللي الكوشه تكون حاميه غايه، تكوني محميتها غايه في الاول، ومن بعد تنقصي لها وتدخلي المول تاعك طيب من تحت. كي تشوفيها حمارت من الجوانب خلاص وتكون نشفت من الفوق صايره هي طايبه، ومن بعد نشعلوا ليها من الفوق. وهذه هي. ان شاء الله تكون وصلتكم الفكره وفهمتوا غايه الوصفه، وان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها شيرات. لا المقادير اللي تكون مضبوطه كما ذكرتها لكم في الفيديو. بغيتي تكبري الكيله ولا تنقصي ولا كي نقولوا تدوبلي الكيله تاني كتجيك الوصفه ناجحه. هنا اش بغيت نقول لكم، التزيين اختياري، كل وحده وتزينها كما بغات، بالكوفيتير بالحسال بالنوا كوكو بالشيكولا بكوكا. وراكم عارفين راني عارفه خواتاتي فحلات ويعرفوا كيفاش يديروا لها. ها كانت هذه وصفه تاع نهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. تهلوا لي في رواحكم وصحه قهوتكم وبسلامه الشيرات. تهلوا لي في رواحكم. سلامه.